السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا، مهم جدا جدا كمان. كلامي النهاردة لكل اب. ايوه، كلامي لكل اب. واحب اقول لكل اب ان انت من اول ما بتخلف ما بتبقاش ملك نفسك، بتبقى ملك لولادك، وتصرفاتك محسوبة عليك، لان اي تصرف بيصدر منك قدام ولادك بيقلدوه بالظبط وبيلقطوه، حتى لو مش قلدوك وهم صغيرين هيقلدوك وهم كبار. الاب اللي بيتعصب ويسب الدين ويقول الفاظ قذرة مش هي قدام ولاده، احب اقولك بقى بكرة ولادك هيعملوا زيك بالظبط. لما يتعصبوا هيسبوا وهيقولوا نفس الالفاظ القذرة اللي كان ابوهم بيقولها، الا بقى من رحم ربي. الاب اللي بيكسر او بيهدد او بيعمل اي حاجة من اللي انتوا عارفينها، خلي بالك انت قدوة لولادك. الاب اللي بيهين مراته ويذلها قدام ولادها، بكرة ولادك هيهينوك ويذلوك زي ما هنت امهم وذلتها زمان. الاب اللي كل همه نفسه ومزاجه واكله وشربه وسايب ولاده، وساعات بيقعد بالسنة وبالسنتين والتلاتة ما يعرفش عنهم حاجة. الاب اللي بيخلف ويرمي ولاده لامهم ويروح يتجوز واحدة واتنين وتلاتة ويعيش حياته وملهوش دعوة بيهم خالص. لا، ده كمان فيه ابهات عايشة في نفس البيت مع ولادها ورمياهم كمان. والله تلاقي الاب كده عايش في البيت ولا كأنه عايش مع ولاده ولا يعرف عنهم حاجة، رميهم وعايش مع نفسه، مع تليفونه، مع تلفزيونه، مع نفسه كده ولنفسه، ملوش علاقة بالولاد خالص. اقعد مع ولادك، اتكلم معاهم، ناقشهم، علمهم الصح من الغلط. لو عندك بنات صاحبهم ودلعهم، خدهم في حضنك، طبطب عليهم عشان ما يدوروش بره على اللي يدلعهم ويطبطب عليهم. لو عندك بنات راعيهم وصاحبهم عشان دول طريقك للجنة. اوعى تهملهم وتسيبهم ساعة واحدة من غير ما تعرف هما فين وبيعملوا ايه. اوعى تقول امهم موجودة. الام مهما كانت مش زي الاب، الام عاطفتها اقوى منها وممكن يضحك عليها بكلمتين حلوين، لكن انت لا، انت راجل فاهم وعارف. احتوي بناتك وخليهم يحبوك ويحترموك، وفي نفس الوقت يعملوا لك ألف حساب ويخافوا منك. وقبل ما يخافوا منك المفروض يخافوا على زعلك. حتى لو هما بيبعدوا عنك قرب انت، ما تستكبرش وتقول هما اللي يجوا يكلموني، هما اللي يقربوا، هما اللي يعملوا. لا، دول ولادك، احتويهم انت وقرب منهم. صدقني والله البنت لو ملقتش اهتمام ودلع وحب من ابوها هتدور عليه بره وهيبقى ذنبها في رقبتك. ولو معاك اولاد اوعى تسيبهم، صاحبهم وربيهم كويس قوي، علمهم الصح والغلط، علمهم الحلال والحرام. اوعى تسيب ابنك يبات بره حضنك، حتى لو عند مين، عند سته وعند عمه وعند اي حد. اوعى تسيبه، اوعى تسيبه لاصحابه يعلموه شرب السجاير واللي اكتر من السجاير. خلي ابنك معاك وتحت عينيك وفي حضنك. اوعى تقول ده ولد يسهر بره براحته ويخرج براحته ويبات بره براحته، ما هو مش هيعرنا. لا، اوعى اوعى، هيروح لحاجات كتير قوي مش كويسة، وبرضه ذنبه هيبقى في رقبتك. صدقني الولد بيتخاف عليه زي البنت واكتر، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان كبر ابنك خويه، يعني كن له اخ وسند وصاحب. خليه يحكي لك على كل حاجة، على مشاكله، حتى لو غلط ما يخافش يجي يحكي لك غلطته، علشان هيبقى عارف ان في اب هيوجهه ويفهمه ويعذره. ولادك وبناتك أمانة، أمانة عندك. اوعى تفرط في الأمانة بأي حجة. اوعى تقول أنا واجب عليا بس أشتغل وأجيب لهم فلوس وأكلهم وأكسيهم وأعلمهم بس. لا، اوعى اوعى. ولو مش بتحب أمهم وقرفان منها اوعى تبين لهم ده، واوعى تاخد ولادك بذنب أمهم. خلي علاقتك بولادك علاقة خاصة كده، ما يأثرش عليها أي حاجة مهما كانت. واوعى تبين كرهك لامهم قدامهم، او تتكلم عليها وحش قدامهم او تهينها
وتشتمها قدامهم أو تمد ايديك عليهم وتضربها قدامهم، اوعى. هما كمان مش هيحترموك، ومهما عملت عمرهم ما هيحبوك طول ما انت ما بتحبش امهم ولا تحترمها. واوعى تكون انت مصدر الفساد لولادك، اوعى. كفاية عليهم اصحابهم، وكفاية عليهم النت، وكفاية عليهم المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ما تجيش انت كمان وتبقى مصدر فساد لولادك. مهما كنت فاسد انت حر في حياتك، لكن من اول ما تبقى اب انت ملزوم انك تبقى انسان صالح وقدوة حسنة لولادك. اي كلمة واي تصرف محسوبين عليك، فخليك قد المسؤولية، يا اما ما تخلفش احسن. خلي علاقتك بولادك علاقة قوية قوي ما يهزهاش اي حاجة. عجبني قوي علاقة ابو العروسة بولاده في مسلسل ابو العروسة، قد ايه هو علاقته بيهم كويسة قوي، وقد ايه هو مصاحبهم، وقد ايه بيحكوا له كل صغيرة وكبيرة. وكمان مسلسل صاحب السعادة عجبني قوي، وعلاقته باولاده وباحفاده وبمراته كمان. واللي عجبني اكتر واكتر كلام ماجد الكتواني في مسلسل ولاد ناس، لما قال ضروري جدا ان كل حد يحس بقيمة الطفل، وان وزنه لا يقدر بثمن. وقال كده ان اغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وادفع حاجات في حياتنا دفعنا فيها دم قلبنا. واقترح انه لازم يكون في قسم ابوة بيتعهد فيه الاب قصاد ربنا لحظة ولادة ابنه، وبيقول: اقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل واوكلني على رعايته ان اعمل جاهدا على نفسي منكرا لذاتي لابني فيه انسانيته، ليكون نافع في كل عمل صالح لأهله والوطنه. أكيد طبعا مش هيكون ابني نافع لو الأب أهمل في رعايته، لو الأب صدر منه تصرفات غير لائقة أمامه. أكيد طبعا مش هيكون ابني نافع لو طلع لقى الأب بيشتم وبيسب وبيهين أقرب الناس إليه وإليهم. أكيد مش هيكون نافع لو طلع لقى الأب همه نفسه ومزاجه وبيكذب وبيخون وي 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 وي. وفعلا القسم ده مش مجرد كلام، لكن لازم يبقى فعل وخطوات لازم نعملها كل يوم. يا ريت كل أب يسمعني ويبذل أقصى جهده لبناء إنسان سوي، سواء كان بنت أو ولد، على كل المستويات: الروحي والنفسي والمادي والترفيهي. لازم نبني إنسان زي ما بنهتم كده ببناء أي بيت، أي حاجة لازم بنهتم بيها. فالأهم إن احنا نبني الإنسان الأول ونهتم بيه، ونجاهد في توعية وحماية أولادنا من أخطار اليوم، وما أكتر أخطار اليوم من سب وقذف وسرقة وتحرش وإدمان وتنمر وعنصرية. دايما بقول إن الأب هو عمود البيت. لو الأب اتعوج البيت كله بيتعوج، لو الأب مال البيت كله بيميل. أيوة صح إن الأم مدرسة، لكن الأب هو اللي بيحط المنهج اللي الأم بتمشي عليه، سواء المنهج ده سوي أو منهج إيه. طبعا كل واحد على حسب. ودلوقتي كلامي مش لكل أب بس، لكل راجل. لو سمحت من فضلك يا تكون قد المسؤولية قبل ما تخلف وتعرف إنك هتبقى أب سوي لولادك، يا إما بلاش تشيل المسؤولية أصلا.